معايا هنا 130 جرام دقيق عادي. انا بستخدم دقيق الكوثر بمعادل كوبايه دقيق، بنخلهم كويس جدا، ونص كوبايه سكر لو هو خشن زي ما عندي كده بحاول كده انخله ما ينزلش معايا هنا نص معلقه بيكنج باودر، و2 معلقه نشا. النشا بيخلي الاسبونج معايا هش كده وطري وجميل. 2 بيضه على كوبايه الدقيق، لان انا هعمل الاسبونج معايا في صينيه مقاس 16 ارتفاع عالي. لو هي ارتفاع واطي بقى بعمل صينيتين. طبعا طالما في بيض يبقى بحط في 2 ظرف فانيليا ونص معلقه صغيره من الخل ونص كوبايه ميه، وكل المكونات عندي بتكون ساقعه جدا. واهم بقى شيء اللي هو بيخلي الاسبونج عالي ومرتفع جدا، معايا هنا معلقه محسن جل. محسن جل مهم جدا عشان يعمل لي سبونج. اهم حاجه قبل ما احط الاسبونج في الحله بقلب كويس جدا، عشان ممكن يبقى فيه دقيق راكن تحت كده ولا حاجه، فبخليه حلو قوي قوي على الحله مقاس 16، وممكن تنفع على مقاس 18، بس انا بخليها تبقى على مقاس 16 يعني الارتفاع. الحله عندي بجيب خله، الخله دي بروح او عصايه شيش طاووق وامشيها كده زجزاج كده، بفرغ منها الفراغات الهواء عشان ما تعملش حبيبات كده من بره من جوه. بدخل الفرن على درجه حراره 180 من 40 ل 45 دقيقه. وما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك للقناه لو عجبك الفيديو.